3 دقايق مع المسخة والمسخرة، مع الكذب والفشخرة، من الرقاص الهجاص الرفاص. تعالوا نسمعوا عليه. هيكسب في حاجتين. مفيش جمهور للنادي الاهلي، وتاني حاجه يكون حكم اجنبي. غير كده لو قعد من هنا حكم اجنبي ازاي؟ حكم اجنبي. هو التحكيم كان 10/10. مين اللي قال لك 10/10؟ انا بقول لا، ما انت عشان طبعا اهلاوي. لا يا كابتن ما تدخلنيش في اهلاوي. لا 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 لا, لا. التحكيم قول لي ايه المشكله؟ اولا ضربه الجزاء بتاع القرار مش ضربه جزاء. بص، ما حدش يزايد عليا، وحتى كمان الكابتن جاد جريش لما دخل بيقول لي بتاعت حسين الشحات مش ضربه جزاء. طب ما الكابتن محمود سمير عثمان قال ضربه جزاء، والكابتن احمد الشناوي قال ضربه جزاء، وكل مصر قالت ضربه جزاء. اشمعنى انت يا كابتن جهاد اللي قلت مش ضربه جزاء؟ وبعدين تديلي في واحده الراجل ما لمسوش، ده كهربا. بص للكوره، جه يلعب الكوره احمد ثاني قلشت، كرة طبت، هو بيقع، هو اللي خبط في رجل احمد سامي. هو طبعا كابتن جهاد قال لك ايه ده، خبط في فخده. واخد بالك؟ يعني هو جاب رجله كده ولا رجله ولا بتاع، لمس، يعني لمس ولا لمس. ما ده تهور يا كابتن يابا، ولا لمس. ولا كرة قلشت. ما هو لو لمس كان شال الكوره بيه يبقى لمس، انما لا لمس الكوره ولا لمس رجله. ده خلاص ما فيش فار. هو انا اللي بقول لك كابتن ما فيش الكلام ده. كابتن ده احنا في صلى على النبي. استنى بس، فنيه، انا ماليش دعوه بالخناقه. لا انا بكلمك على الفار. ماله لو موجود هيعيد. ادى انذار لمين؟ ادى انذار كابتن. لمين؟ ادى لحمدي فتحي. لحمدي فتحي، الراجل اللي هو مش في الفيلم خالص. ده بطل الفيلم علي معلول ثم الشناوي. ده ايه يابا؟ ده جاي مخلص. بص، جه واخد تعليمات خلص. الفني اسمع بس، وتاثر على ما تقعدش تلامض يا فاروق على الفاضي. اسمعني بس، انت مش عارف يعني. انا عذرك. بص يا عم فاروق، مش عارف ايه. طب ما انت بص يا فاروق، هو لو مش جاي يخلص يبقى ربنا يخلص مين؟ للاهلي طبعا. وهيخلص لبيراميدز. اذا كان انت لسه قايل دلوقتي ان ضربه الجزاء للاهلي ما اتحسبتش. ايوه، ما انا لسه ما انا بقول عايز يخلص للاهلي، ما كان حسبها يا كابتن. لا كان ونخلص خالص. لا يا حبيبي، كان حسب الثانيه بتاعتي. لا اسمع بس، هو خلص ضربه الجزاء الاولانيه وخلاص، مش هحسب الثانيه عشان ما حدش عشان يقول لك دي قصاد دي. واخد بالك؟ بس في فرق، ان بتاعت حسين الشحات دي لو في الاول هيحسبها، خلي بالك، لو هي اللي في الاول هيحسبها وهي ضربه جزاء صحيحه ايا كان بدريه. لا بص، هنا اهلي وهنا زمالك. اسمع الكلام. بص، ما توصلناش للمرحله يا جدع التحكيم وربنا هيبقى كده عندنا. عاجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اوجه رسالة لاشباه الرجال، رسالة لاشباه الرجال الذين هم ليس برجال. انتوا ليه مصممين تفسدوا مباراة السوبر؟ انتوا ليه مصممين ان مباراة السوبر دي ولا اكنها مباراة؟ انتوا ليه مصممين تقللوا من نادي بيراميدز؟ انتوا ليه مصممين ان اي بطولة يحصل عليها النادي الاهلي تعتبر مش بطولة، او الاهلي فاز بها بالظلم والتحكيم؟ انتوا ليه مصممين ان اي بطولة بتحصلوا انتوا عليها هي البطولة الحقيقية؟ انتوا ليه مصممين ان مباراة السوبر طالما مش طرفها الاهلي والزمالك ما تبقاش بطولة؟ ليه مصممين ان القط عندكم يبقى غزال؟ بالرغم القط عندكم مش محصل قرد، لانكم اشباه رجال فقط او اشباه قرود. انتوا ليه مصممين كده؟ انتوا ليه عندكم الضمير مات؟ انتوا ليه ما عندكمش انسانية؟ ليه ما بتراعوش مراعاة شعور الاخرين؟ يا اما البطولة تكون خدها الزمالك، هي دي البطولة الحقيقية، هي دي البطولة، هي دي بطولة كاس العالم عندما يحصل الزمالك على بطولة، انما اي فريق تاني ولا لها قيمة البطولة. انتوا ليه ما رحتوش لعبتوا مباراة السوبر وكنتوا حصلتوا عليها وكنا هنسقف لكم ونقول لكم برافو انتوا تستاهلوا؟ لكن انتوا خفتوا من الاهلي وما رضيتوش تروحوا. انتوا ليه شككتوا في التحكيم ونهيتوا التحكيم؟ انتوا ليه شككتوا في اتحاد كرة القدم؟ انتوا ليه بتدعوا ان مفيش بار؟ وبعض اشباه الرجال رضا عبد العال اقسم وقال انا جات لي معلومة ان ما كانش فيه بار، بالرغم كل الناس حتى الامارات، حتى المسؤولين في الامارات قالوا ان فيه بار. والله العظيم يا رضا يا كذاب كان فيه بار، اقسم بالله يا رضا كان فيه بار، والله كان فيه بار،
والمسؤولين في الامارات مش هيضحكوا علينا ويقولوا ان فيه بار ومفيش بار، بس كان فيه بار حقيقي، مش فار. لا، كان فيه بار، مش فار زي اللي انت تعرفه، مش فار زي اللي طلع شتمك وهزقك ولسه بتدافع عنه، مش فار ما بيطبقش القانون ولا اللوائح ومقضيها بلطجة، وما زلت أعمى العين والقلب والنظر يا ابن عبعال. دمتم في رعاية الله وأمن سالمين غانمين، على قبر الرسول زائرين، ما عدا المهاويس والمرتزكة وهزاز الرؤوس والمنافقين.